للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. هنالك أمران خطيران جدا، هذان الأمران الخطيران إنما يجعل إيمان المؤمن، إيمان المتقي، في معرض الخطر، وكذلك فسق الفاسق وكفر الكافر، يعني خطورة للمؤمن وخطورة للكافر للفاسق. صحيح هو فاسق، لكن هذه المسألة يجعله أشد فسقا، يجعله أشد كفرا. مسألة خطيرة جدا. هذان الأمران الإمام السجاد سلام الله عليه في ابتداء هذا الدعاء يؤكد على هذين الأمرين، وهما مهمان جدا سواء للمؤمن أو لغير المؤمن. أما بخصوص المؤمن المتقي فالخطر الذي يهدد المؤمن ويهدد المتقي أن يظن، أن يتوهم، أن يكون أن تتحقق عنده قناعة بأني إنما أعمل الخيرات والصالحات بنفسي، أنا الذي أعمل الخير، أنا الذي أفعل الصالحات من دون عون، من دون مدد من الله. يرى نفسه مستغنيا عن عون الله ومدده. هذه الحالة، هذه العقيدة، هذه القناعة إن ابتلي به أحد من المؤمنين يخرجه أحيانا إلى الكفر. يعني العمل الصالح الذي يأتي به ويظن في ذلك كأنما هو صاحب الفضل على الله، العياذ بالله، فهذا يخرجه أحيانا إلى سلب الإيمان. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. هنا الإمام زين العابدين يبين لنا هذه القضية. الذي أحسن، المحسن المتقي، ليس غنيا عن مدد الله وعون الله ورحمته، إنما بتوفيق من الله أتى بالخيرات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مما يسبب، مما يولد هذا الأمر لدى الإنسان المؤمن المطيع هو حالة العجب. العجب يعني الإنسان يعجبه عمله الصالح، هذا يفسد العمل، بل قد يكون أشد من الذنب والمعصية. العجب أشد من كثير من المعاصي، لأن فيه جرأة على المولى، كأنما يرى ربه يقول يا رب أنا فعلت كذا وكذا، أنا أطلب منك، أنا قدمت شيئا. ماذا قدمت؟ أنت قدمت الخير، عملت الخير بقدرة من؟ بتمكين ممن؟ بهداية ممن؟ من الذي مكنك من فعل الخير؟
من الذي وهب لك نور العقل من الذي أرسل الأنبياء والمرسلين حتى اهتديت إلى هذا الخير. تعلم لو لم يبعث الله الأنبياء لكنا كالبهائم لا نعرف شيئا من الخيرات. أنت صاحب الفضل أم الذي هداك أم الذي رعاك أم الذي بعث الأنبياء والمرسلين. تدري إن الله جل جلاله لكي أنت تقوم بفعل صالح تدري ماذا قدم ماذا فعل؟ أنزل أحب حبيبه الذي لا يوجد من هو أحب عنده من فوق العرش، أنزله إلى هذه الدنيا الدنية وقال له يا حبيبي تنزل إلى هذه الدنيا تتحمل كل أذية في سبيل أن خلقي وأن عبادي يهتدون إلى طريق الخير. هذا النبي جاء إلى هذه الدنيا وأولئك الناس الذين ليس عندهم حظ من التربية ليس عندهم حظ من الخير. ماذا فعلوا بهذا النبي؟ في سبيل ماذا؟ لماذا جاء هذا النبي؟ جاء إلى هذه الدنيا كسروا أسنانه الشريفة، هتكوه، نسبوا إليه كل شيء، قالوا أنت مجنون، قالوا أنت تهجر، أحرقوا باب بنته الزهراء سلام الله عليها. لم يكن من جنس هذه الدنيا، خلقه الله إنما أرسله لهدايتي وهدايتك. فإذا أنا أعمل الخير لولا هذا الجهد لما كنت، أنا لست صاحب فضل، هو هداني. يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك. لماذا أنا أولى بحسناتك منك؟ لأنه تعمل الحسنات بتمكين من الله، بهداية، بإرشاد، بمدد، بعون، لا زال يعينك حتى تقدم عملا صالحا. لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. لا يظن أحد يقول أنا الحمد لله بعد لا أحتاج إلى عون الله، أنا بعد إنسان مثلا صالح الله خلي يعين غيري. هذا الاستغناء عن الله كفر. فالإمام السجاد يعالج في أول الدعاء هذا المرض الخبيث اللي إذا صار إنسان، إذا ابتلي الإنسان بهذا المرض بعد لا شفاء له. يقول أنا الذي فعلت كذا. انظر الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه في دعاء عرفة لما يعرف نفسه ويعرف الله ماذا يقول؟ أنا وأنت، أنا الذي عصيت، أنا الذي تجرعت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اشترأت، أنا ثم أنت يا إلهي الذي أنعمت، أفضلت، هديت. هذه حقيقة العبادة. إذن فالخطورة الأولى للمؤمنين للصالحين أن يظنوا أنهم في إتيانهم بالصالحات هم مستقلون في ذلك وغير محتاجين إلى عون الله ومدده، فعالجه الإمام سلام الله عليه. الخطورة الثانية للفساق والكفار، هم خطورة، صحيح فاسق، صحيح كافر، ولكن أكو شيء أعظم من هذا الكفر. ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. الكافر والعاصي إذا زعم، إذا توهم أنه خرج عن قدرة الله، أي إذا زعم أنه قد قلب على الله، يقول انظر أنا غلبت على، قهرت الله، الله لم يكن يريد فأنا فعلت. يعني يظن أنه
قد غلب على الله، خرج عن قدرة الله، بعد الله لا يقدر عليه. هذا أخطر من كفره، هذا أشد من كل كفر. إن الله لم يعصى مغلوبا. هذه قاعدة توحيدية بينها أئمة أهل البيت عليهم السلام. شنو معناه؟ معناه أنا أنت أي واحد إذا أمر ونهى، مثلا الذين هم تحت أمره، الرئيس يأمر، الأب الوالد يأمر، المالك للشيء يطلب شيئا من الذين مثلا دخلوا في ملكه، هذا الآمر، هذا الرئيس، هذا الملك أحيانا يعصى. يعني شخص لا يأخذ بقوله، يعصيه، يأتيه شخص ويعمل خلاف إرادته ويضيع ماله، وهذا الشخص الرئيس لا يمكن أن يفعل شيء، يعني مقلوب، يكون مقلوبا للعاصي. أما الله لا يعصى مغلوبا، يعني هذا العاصي، هذا المتمرد حينما يريد أن يعصي ربه يحتاج إلى قدرة حتى يعصي ربه، القدرة من الله. يحتاج إلى مهلة لكي يعصي، المهلة من الله. هو يمهله، هو يعطيه القدرة، لا يكون مغلوبا، لا يصير مغلوبا. لا يمكن أن يكون العاصي خارج عن قدرة الله أبدا. هذه المسألة خطيرة. الآن أذكر لكم بعض تداعيات عدم الالتفات لهذه المسألة، لنعلم أن أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست مجرد دعاء، إنما مدرسة معرفية جدا راقية. انظروا هذه المسألة، إذا أحد لم يلتفت إليها، يعني ظن أن الله يعصى مغلوبا، النتيجة تكون ماذا؟ النتيجة الله يكون ضعيفا. النتيجة الله إذا صار ضعيفا لا يستحق العبودية. كيف نعبد الضعيف الذي يقع في ملكه ما لا يريد؟ يقع في ملكه ما لا يريد، كيف نعبده؟ لماذا نعبده؟ هذه عقدة عقدية لدى كثير من البشر، لدى كثير من البشر. تعلمون أن من يعبدون إبليس والشيطان، لماذا يعبدون إبليس؟ يعني شيطان والإبليس مثلا فيه شيء إيجابي جميل، مثلا أولئك مجانين الذين موجودون اليوم، مجانين أولئك يعبدون إبليس. شنو في يعني شايفين فد جمال، فرد شيء زين مثلا؟ لا، بالعكس، كل طقوسهم طقوس ظلمانية. فشنو اللي عاجبهم؟ تدري هاي قضية. قالوا إن الله نعم كله خير وجميل، ولكن فاشل العياذ بالله. لماذا فاشل؟ لأن شوف إبليس جاء ومنع أنبياء الله، ومنع الله من أن ينفذون ما إذن هو صاحب القدرة. شوف هذه المسألة إذا ما التفت إليها يؤدي بي إلى عبادة إبليس. نعم، هذه القضية عالجها الإمام السجاد. لم يخرج عن قدرتك، ما خرج عن قدرتك. العاصي والكافر
إبليس لما طرد من الجنة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هو يقر على نفسه بأنه محتاج للإمهال. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت. أنا أنذرتك يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء، بنعمتي قويت على معصيتي، وبقوتي أديت إلي فرائضي، ذلك أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. إن الله لا يعصى مقلوبا، لا يكون مقلوب، هو يمهله. تقول لماذا يمهله؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يريد يبتليه، يعطيه فرصة محدودة يبتليه. لا أن الله والعياذ بالله صار مقلول اليد، وهذا الإبليس وهذا الظالم وهذا العاصي جاءوا وفعلوا في ملك الله والعياذ بالله ما لا يستطيع الرب من مجابهته ومقابلته. هذا كفر بالله، هذا أشد من ذلك الكفر. بل الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج من قدرتك، تحت قدرتك، طوع قدرتك، لم يخرج عن قدرتك. قل المطر في مصر، نزل ماء النيل، الفلاحون الزراع ناس جاءوا إلى فرعون قالوا يا فرعون أنت تدعي أنك رب أعلى، ترى زرعنا بساتيننا أحشامنا نحتاج إلى ماء. قال اذهبوا ارجعوا لي يوم غد. في نصف الليل خرج من قصره قال لا يأتي أحد معي، أنا أخرج وحدي. ذهب إلى صحراء، خلأ لباس الملك ولبس لباس العبيد، وألقى على عنقه بعض السلاسل، وجلس على التراب. قال يا رب أنت تعلم أنا أعلم أنت ربي، ولكن أنا ادعيت الربوبية على كل حال للدنيا، لا تفشلني مع أولئك. الحديث يقول جاءه جبريل بصورة إنسان قال يا فرعون عبد آبق مولاه ينعم عليه ليله ونهاره لكنه أبغى المولى، ثم ادعى أنه هو المولى، ثم وقع في شدة هذا العبد وجاء إلى باب المولى ودق بابه وتمنى منه وأراد منه أن يعينه. ما حكم هذا العبد؟ قال لو كان من عبيدي لا كنت قد أقرقته في النيل هذا. قال اكتب هذا الحكم، ابصم عليه. أخذ منه الورقة، بصم، ذهب. ماء النيل يوم غد ارتفع، نزل المطر. فلما وقع في البحر جاءه جبريل قال هذا حكمك على نفسك. انظر، فرعون حينما يدعي الربوبية لا يغلب على الله، لا يكون الله مغلوبا، الله يمهله ليفتتنه هو وغيره، ما يصير مغلوب الظالمين. من المخاطر المهمة في عصر الغيبة هي هذه الخطورة. في عصر غيبة صاحب الزمان من المخاطر الاعتقادية العقدية أن يظن البعض كأنما الله قلب على أمره، كأنما الأنبياء والأئمة بعد صاروا مقلوبين مقهورين، القلبة والقدرة والقهر صار لأعداء الله. هذه الفكرة
اللي من أجل الغيبة تصير هذه الحالة. يعني يأتي يقول انظر أنبياء الله دائما كانوا مغلوبين مقهورين، سيد الأنبياء كذلك، الأئمة هكذا. إذن القوة والقدرة ليس في جانب أنبياء الله والأئمة، في جانب آخر. هذه الفكرة لها عدة درجات. التفتوا جيدا، انظروا هذه المشكلة موجودة في مجتمعنا أم لا. الدرجة الخفيفة من هذه المشكلة العقدية هكذا تبرز. الشاب يتفكر في نفسه يقول الدين مصدر التخلف. إذا نريد قوة ليس مع الدين. العلمانية المخففة يصير عنده استهان. ليش؟ لأن يقول المتدينون وهم الأنبياء والأئمة كلهم كانوا مطرودين مقهورين. إذا تريد قوة ذاك الصوت. شوي يصير أكثر، يصير علمنة واضحة، علمانية صريحة، الدين مصدر الضعف. شوي يصير أكثر، يصير إلحاد، يصير أكثر، يصير عبادة إبليس. هذه المشاكل شلون تنحل؟ أن تعرف بأن خليفة الله، بأن ولي الله لما خرجت الأمور عن يده الآن الظالمون إنما ولي الله أمهلهم، هو أمهلهم يظلمون، أعطاهم فرصة. الأمور الآن بيد ولي الله، الآن هو الذي يدير الأرض، الآن هو صاحب ليلة القدر. بالله عليكم شوي نفكر في هذه القضية. إذا شخص ما عنده مسؤولية في الدولة الآن، ليس يعني هسه إما أعفي أو الآن بالتالي ما عنده مسؤولية بالفعل، هل من المعقول أن يزود بإحداثيات دقيقة للدولة؟ لأن هذا ما عنده مسؤولية، ما عنده وظيفة. شنو السبب في كل سنة ليلة القدر جميع الأمور تتنزل إلى ولي الله؟ الآن هو صاحب قرار، الآن هو مصدر القرار. أما سمعتم ما قص الله في القرآن من قصة موسى وخضر؟ لما خضر ركب مع موسى في السفينة كسر السفينة أعيابها، قال لماذا بعد الفراق؟ قال تدري لماذا كسرت السفينة؟ هذه السفينة لمساكين، إن وراءهم ملكا غاصبا يأخذ كل سفينة. هذه السفينة إذا هو يأخذها المساكين بعد لا يستطيعون العيش. انظروا، الملك الظالم لم يأخذ هذه السفينة، لكن لم يدري أن الذي منعه هو خضر. زعم أنه هو الذي ما أراد، لكن هناك قوة، خضر لا يسمح. الظالمون لا يسمح لهم أن يفعلوا ما يريدون، خليفة الله موجود. هذا الغلام لماذا قتلته؟ هذا سوف يكون طاغيا من الطغاة. كم طاغي موجود؟ نعم، لكن خليفة الله يمنع من أن الطغاة يكثرون بكثرة. نعم، بعض الأعداد يسمح لهم لابتلاء الناس، لكن مو أن الدنيا كلها يصير طغاة. يحلمون أولئك أنهم مصدر القرار. مصدر القرار خليفة الله اليوم بيده. إن الله لا يقلب على أمره. غيبة الإمام ليس بمعنى أنه قلب على قهر. إن خلافة الله غير قابل للسلب عنه. يمكن إن الله يجعل خليفة في أرضه والناس
يأتون ويعزلونه عن مقامه، يعني الله صار مقلوبا لا يمكن أن يصير مقلوب، وإنما يمهلهم. قدرة العالم الآن بيد ولي الله صلوات الله عليه. المشكلة نحن لما نرى بعد هذا الإملاء والإمهال نظن أنهم خرجوا عن قدرة الله. للذي أساء واشترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. لم يخرجوا عن قدرة الله، ما خرجوا عن قدرة الله. ولي الله بيده زمام الأمور إلى أمد ممدود ومعدود، بعد ذلك يأخذ من كلهم ويظهر بعد لا يمهلهم حتى هذا المقدار، حتى بهذا المقدار. يعني تتصورون أنه لما جلس الشمر على صدر أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، في تلك اللحظة خليفة الله هو الحسين سلام الله عليه. خليفة الله يعني كل أمر نقرأ في زيارة الحسين. ماذا تقرأون في زيارة أبي عبد الله؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر نعم من بيوتكم. صحيح؟ يعني إرادة الله أن يمهل شمر، أن يمهل يزيد، أن يعطيه القدرة، هذا نزل إلى الحسين سلام الله عليه، هو أيده. هذا يتنفس لأن السيد الشهداء أمهله لذلك. لا يزعم أنه قد غلب على خليفة الله، لم يخرج عن قدرتك. لكن المسألة صعبة. لكن لما تشتد المصيبة الإنسان يأخذه الوهم. هذا الدعاء يعلمنا لا المؤمن يستغني عن عون الله ولا الكافر يخرج عن قدرة الله. إن الله هو الغالب على أمره، سواء المؤمن محتاج إليه والكافر محتاج إليه. لا الكافر يقلب على الله ولا المؤمن هو صاحب فضل على الله، لا، إنما الفضل لله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. ولكن حينما كان أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا يوم الجمعة، أول جمعة في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر ولي الله صاحب الزمان. واليوم الجمعة هذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك يا ابن الحسن، والفرج فيه على يديك للمؤمنين، ونحن فيه ضيفك وجارك، وأنت كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأجرنا وأكرمنا، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. اليوم إذا تريد أن تكون قويا لابد أن تستند إلى ولي الله، هو مركز القرار، مركز القدرة والقوة. في يوم عاشوراء لما كان أبي عبد الله الحسين بأبيه وأمي في المذبح، تعلمون القضية ماذا صار بالحسين، ما الذي جرى. الحديث يقول ملائكة السماوات ضجت إلى الله، قالوا يا ربنا أما ترى ما يفعلون بحبيبك الحسين، أما ترى ما يفعلون، أنهم يضربونه بالسيوف والسهام والرمح والحجارة. لما ضجت الملائكة يقول الإمام صلى الله عليه أراهم الله نور الإمام المهدي، أراهم الله نور المهدي،
فقال بهذا أنتقم لهذا، لا تزعمون أنهم خرجوا عن ملكي، إنما أمهلهم بهذا أنتقم لهذا. وإمامنا لا زال ينتظر أن ينتقم لجده الحسين صلوات الله عليه. قال في زيارة الناحية الشريفة: يا جداه لأندبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. لا أنسى يا جداه تلك الساعة التي أسرع فرسك شاردا إلى خيامك مهمهما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجك عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل صارخات، وإلى مسرعك مبادرات. صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء، يا ابن الحسن يا سيدي يا سيدي، إلى متى التصبر يا مولاي يا صاحب الزمان، ورذيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رذيعه. الله يا حامي الشريعة، أترى تجيء فجيئة بأمر من تلك الفجيئة، حيث الحسين على الثرايا خيل العدا طحنت ضلوعه، ورذيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رذيعه.